الليفربول والانتر، انا شايف المباراة دي كانت على صفيح ساخن، ولكن دون جدوى من أرن سلوت. اللي هو فيه زي سابوسلاي بتلعبه جناح يمين مكان محمد صلاح. طب هو الوحيد دون اللي انت مرتكز عليه واللي هو عامله محمد صلاح. الليفربول امام الانتر ميلان تعمل مباراة من اضعف مبارياتها في دوري ابطال اوروبا. الليفربول لولا ان الانتر حالته مش متيسرة كان الليفربول اقل حاجة 4 أو 5 أهداف، ولكن حالته متدهورة، عشان كده الليفربول كان ماسك نفسه. بالنهاية الليفربول بيجيب هدف من ضربة جزاء. انا شايف الليفربول في انحدار مع سلوت او ارن سلوت. دفاعك مكون من فان دايك وهو ماسك جبهة الدفاع. فان دايك كبر ومش واثق من نفسه حاليا، وخصوصا ان مشكلة محمد صلاح زادت. مع مشكلة محمد صلاح تحس ان فان دايك مش واثق في نفسه في الملعب. كور كتير بنشوفه بيستخدمها خطأ، يا اما بيديها للخصم والخصم بيدخل فيها جوه الجول، يا اما بيسلم زمايله غلط. انت مشكلتك ارن سلوت في الدفاع مش في الهجوم. الهجوم بيكتمل لما يلاقي الدفاع وراه سادد، انما الدفاع ورايا مش سادد يبقى مش هتلاقي مني لعب نظيف قدام. اللعب النظيف لما يكون الدفاع اللي معايا ورا بيكون ساند نفسه، بيسلم ويستلم مع نفسه صح علشان يوصل لي الكرة صح، انا ادخل بيها على المرمى صح. انما انا الدفاع خط الوسط كلهم مرتبكين، يبقى انا كمهاجم مش هتوصل لي الكرة صح، بالتالي ما شيلش محمد صلاح الشيلة اللي انت شيلتها له التقيلة دي، اللي هتترد عليك ارن سلوت انت وفان دايك بتاعك، ولا جاباكو دون ولا ايه اللي هو الجناح الايسر اللي انت بتلاعبه لي النهارده. ما عاملش ولا حاجه لليفربول ده كله. ليه؟ لانك انت اخطأت مع كبير اللعيبه، مع زعيم اللعيبه، مع اسطوره اللعيبه. يرضى فان دايك او لم يرضى، هو محمد صلاح اسطوره الليفربول الحديث. فان دايك ما هو الا غير انه لما بيشوف محمد صلاح فايق قدام هو بيكون فايق ورا، بيسلم ويستلم صح. انما انت بتسلم وتستلم غلط، بالتالي الكوره حتى لو وصلت لمحمد صلاح